النادي الزمالك برضه مش بيأدي بالشكل المطلوب. النادي الزمالك واقع زي النادي الأهلي، بيتعادل مع البنك الأهلي. طبعا نادي الزمالك ما قدمش جديد، ما عملش إضافة في المباراة زيه زي النادي الأهلي. طبعا آه، فرق ميتة. الفرق المصرية دي عامة ميتة. الواحد خلاص من كتر ما هي الفرق ميتة بيفكر ان هو ما يتفرجش ولا يشجع كرة مصرية نهائي. كلام خلصون. ما اتفرجش على دوري مصري. يعني ايه اتفرج على عشوائيات؟ لعب عشوائي. لما تيجي تعمل مقارنة بين الدوري ده والدوريات اللي بره، اقل دوري بره يدمر الدوري بتاعنا ده. فرق تعبانة، مفيش اضافات، مفيش صفقات، في فلاس، فرق فقيرة. فقيرة كورة وفقيرة إمكانيات وفقيرة كل حاجة. ما تشوفش فريق كده تتفرج عليه في الدوري المصري يمتعك. بس هتبص على النادي الأهلي، هو مش فقير ماديات وجايب صفقات كتيرة وجايب، بس متعرفش بقى العيب في مين. يعني انت فاهم الجودة بتاع اللعيبة المصرية دي، ولا الجودة بتاع أي بقى لعيبة بره. فاحنا برضو النقطة دي لازم نقف عندها. انت دلوقتي ما فيش أي متعة، أي متعة وانت بتتفرج على الدوري المصري. طب روح مثلا اتفرج كده على الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي ولا هتعرف يعني ايه كوره. ولا دوري الابطال. لما تروح تتفرج هناك كده وتيجي تتفرج، يعني انت بتحس نفسك في مكان وبتنزل تاني. يعني انت فاهم، بتقول ايه القرف ده، ايه القرف بتاع الكوره ده. هو ده حال الكوره في مصر. وحال اللعيبه مش بتلعب عشان الفريق، لا. اللعيبه في مصر بقت بتلعب علشان الفلوس. انا باصص ان انت بتاخد اعلى مني، لا. ما ينفعش ان انت تاخد. طب العب وبين نفسك. مفيش. انا لا. هو بياخد، لا لا مش هلعب بنفسي. ده بياخد اعلى مني، مش هلعب بنفسي. مفيش روح قتاليه في الملعب. اللي هو اللعيب كان ينزل ايام ما كان في اهلي وزمالك بجد، وكان الاسماعيلي بينافس، كان اللعيب بينزل بياكل النجيل اكل. ليه؟ بيلعب بروح. ماليش دعوه بقى بالفلوس. الفلوس دي اخر حاجه بيدور عليها. لا، كل اللعيبه دلوقتي ماشيه بمبدأ مفيش فلوس. طبعا مش نفس اللعيبه بتاخد فلوس، بس الفلوس اللي هي ايه مثلا بالنسبه لهم. مثلا عندنا في الاهلي عندك زيزو بياخد كام؟ 120 مليون. طب لما تبص اللاعب تاني تلاقيه بياخد 7 و6 مليون. هو من حقه يبص، بس وما يبصش برضه ان انت، يعني انت بتقارن نفسك بمين. زيزو لعيب عنده امكانيات. ما تبصش في حاجه بقى، لا ده انت تشتغل وتكون احسن منه. فانت لما تشتغل وتعمل فارق مع النادي الاهلي، وتقول في يوم النادي الاهلي انا عايز مثلا راتبي يعلى في النادي، وطبعا الموسم بتاعي يكون عالي، النادي الاهلي مش هيستغنى عنه. انما النادي الاهلي شايفك لا منك فايده ولا منك رجا، يبقى ازاي بقى هيزودك؟ ما ده برضه بالعقل. ازاي النادي الاهلي هيزودك برضه؟ لازم تؤدي مع الفريق، ولازم أن تثبت نفسك في الفريق علشان الإدارة تعمل لك حاجة. لكن نادي الزمالك بقى ده أمر ميؤوس منه. نادي الزمالك بيعلن خلاص، هيعلن إفلاسه. يعني أنت لو كمان طلع نادي الزمالك بيقول لك إحنا هننسحب من السوبر الأفريقي. تنسحب إيه؟ أنت بقبل جنيه. يعني أنت البطولة دي روح خد فيها مركز تاني علشان تقوم الفرق من تاني، وتقدر إن أنت حتى تعمل أي حاجة في النادي. يعني بيقول لك إحنا مش رايحين كاس السوبر ليه؟ بسبب اسمه ايه ده، مصطفى شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد، اللي هم الجماعة اللي مش عايزين نقول اللفظ ده، بس انتوا عرفتوه. دي على اي منطق انت بتبني الفريق ده؟
مجلس إدارة النادي الزمالك فاشل بما تحمل الكلمة. مجلس إدارة النادي الزمالك فاشل. طب هتقول لي فاشل ازاي؟ هقول لك لو مش فاشل ما كانش الزمالك هيعلن افلاسه. لو مش فاشل كان بنى استاد. لو مش فاشل كان خد بطولات. لو مش فاشل مش هيلعب تاني موسم على التوالي في الكونفدرالية. دي كلها امور بتبان وبتبين لك فشل الفرق، فشل الكورة في مصر عامة. بتبين لك ان لازم اي فريق عشان ينجح يكون وراه مجلس إدارة ناجح، ووراه إدارة كبيرة ناجحة. لازم لابد. واحنا بنشوف عكس ده، وبنشوف كلام غير ده. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.